يلا بينا على تمرينة الشست. هنبدأ أول حاجة بريس بالدمبل على الكرسي العالي الانكلاين. هنرفع الكرسي بس درجة واحدة بعد الدرجة الفلات، وهنخلي الدمبل عند صدرك من فوق عند الأبر تشست، وهتخلي دايما كوعك تحت كتفك حاجة بسيطة. ما تحاولش تأفور إنك تنزل كوعك زيادة عن اللزوم عشان الطريقة ما توجعكش، وما تحاولش انك ترجع كوعك زياده عن اللزوم لورا عشان كتفك ما يوجعك. طبعا المجموعه الثالثه هتحاول تلعب باتقل وزن ممكن تلعب بيه وتشوف نفسك جبت كام عده. لو لقيت نفسك جبت اكتر من 8 عدات حاول تزود وزن المجموعه الاخيره. لو لقيت نفسك جبت اقل من 8 عدات ثبت الوزن ده، خد نفسك، ريح كويس واشرب ميه، وخش المجموعه الاخيره بنفس الوزن وحاول تجيب نفس العدات او اكتر عده. ندخل بعد كده على تاني زاويه، هتبقى بريس فلات بس على الجهاز على الماشين. هتخلي ظهرك رجع لورا للاخر وتعمل القرش الخفيف ده، وتخلي كتفك هو اللي ساند من لوحين الكتف من ورا، هو اللي ساند على الكرسي كويس. تخلي صدرك كله هو اللي طالع لورا، كوعك تحت كتفك سنه صغيره، وتزق للاخر قبل ما كوعك يتفرد، تنزل على طول وتزق تاني على طول. ويلا بينا على الزاويه الثالثه، هتبقى تفتيح بس على الكابلات. تخش كيبل انكلاين فلايز، تخلي كوعك متني سنه صغيره زي ما انت شايف كده، وتخلي كل نزلتك وطلعتك لبره، وتخلي دايما صدرك لفوق. لو صدرك فصل منك وريح، يعني ظهرك ريح على الكرسي، هتلاقي كتفك هو اللي بيوجعك مش صدرك. فخلي دايما صدرك هو اللي مفروض لفوق عشان تعرف تستفيد من التمرين كويس. اخر زاويه في الشست هتبقى بريس بالدمبل على الكرسي الديكلاين، يعني الكرسي اللي مايل لتحت. هتخلي دايما الدمبل بينزل وبيطلع عند صدرك من تحت. ما تحاولش ترجع الدمبل لورا عشان حاجتين: اولا تعرف تستهدف صدرك من تحت كويس، ثانيا عشان ما تتمزقش. ويلا بينا على اول زاويه في البايسبس، هتبقى على الكابلات. هنحط الروب من تحت الحبل الاسود، نمسك من الاخر خالص، خلي كوعك جنبك بس خليه قدام سنه صغيره. حاول تورس للاخر فوق وتنزل للاخر قبل ما كوعك يتفرد، تطلع تاني على طول. وبرده هنعملها بنفس التكنيك، اول مجموعتين خفاف واخر مجموعتين هما اللي تقال، واحاول ازود فيهم واوصل للفيلير. كده احنا وصلنا لاخر زاويه في البايسبس واخر زاويه في التمرينه كلها. بايسبس ضيق بالبار الزجزاج، هتمسك من الزجزاج من الكيرف الضيق من جوه، وتخلي كوعك برضو جنبك وقدام سنه صغيره عشان تعرف تسكويز على البايسبس فوق للاخر. هقول لك تip كده بسيطه تعملها عشان لو بتحس ان ظهرك بيوجعك اكتر وبتحس انك مش ثابت في الارض، حاول دايما تتني ركبتك سنه صغيره زي ما انا عامل كده، وتحاول تزق الارض اكتر على قد ما تقدر. هتلاقي نفسك ثبت اكتر، وهتلاقي نفسك بتعرف تشيل فيها اوزان اكتر بكتير.